السلام عليكم حبيباتي، كراكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم حبيباتي جبت لكم ميني كيك، اروع والذ وانجح وصفه، خفيف ريشه ويوجد ليه ومامطون اقتصادي وراقي وبزاف بنين. نروحوا لهاد الوصفه. عندي 2 حبات تاع البيض بدرجه حراره المطبخ، عندي نص كاس تاع السكر، وعندي قرصه تاع الملح. هنايا القرصه تاع الملح ضروري ديروها ما تنساوهاش. غادي نخلط كامل هاد المكونات بالباتر ولا خلطو بالفوي، يعني نفس الشيء. المهم تخلطوه مليح حتى تحسوا هاد الخليط ولا كي الكريمه. بهذه الطريقه نضيفوا نص كاس تاع الزيت غير بشويه، ما تضيفوش دفعه واحده، يعني ضيفوا غير بالعقل ومامطو بدو تخلطوا. ونضيف ملعقه صغيره تاع الفانيلا ولا فانيلا ليكيد، يعني اللي كان عندكم. ودرت ثاني الحليب. هنايا الحليب عندي كاس غير ربع تاع الحليب، وبديت نضيف فيه بالتدريج كما شفتوني حتى اللي كملته كامل. ونزيد هنايا نضيف المكونات الاخرين. عندي 2 معالق كبار تاع كاكاو بني مر، نخلط بالفوي ونضيف الفارينه. هنايا الفارينه في هذه الوصفه يعني كامل دات لي كاس ونص. انتوما ضيفوا الكاس الاول تاع الفارينه، بطبيعه الحال يكون مغربل. وضفت كيس تاع الخميره تاع الحلويات، ونبدا نخلط. هنايا الفرينه، كل فرينه وكيفها، كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه يعني اللي ما تشربش. نتوما ضيفوا في الاول الكاس الاول، ومن بعد كي نشوفوا الا خصكم زيدوا غير بالعقل حتى اللي تكملوا كاس ونص. قلت لكم هاد الوصفه كامل دات لي كاس ونص. نخلط غايه كما راكم تشوفوا غير بالفوي. انايا جبت هاد لابوش اللي راح نعمر بها هادوك ليمون. انتما تقدروا تعمروا غير بالمغرف. جبت هادو ليمول تاع الميني كيك، ولا عندكم ليمول تاع الكعكات تقدروا ديروا فيهم. دهنتهم بشويه تاع الزبده وزدت رشيتهم بالفرينه هكذا باه ما يلصقوليش. وبديت نفرغ بلابوش. نتوما الا ما عندكمش لابوش تقدروا ديروا ملعقه ونصف في كل مول كما راكم تشوفوا. حاولوا ما تملوش هاد المول هكا باه ما تضيع لكمش الحبه وتتفخ لكم بزاف. سخنت الفرن على 180 درجة، ومباشرة درتهم يطيبوا. غير تنفخوا وحسيتهم نشفوا من الفوق، طفيت عليهم يعني ما يشدوش الطياب بزاف، يعني بالخف يطيبوا. وهما سخونين بعد ما طابوا نحيتهم من هاد المول مباشرة هكذا باه ما يلصقولكمش ويبداو يتفتوا، لخاطرش يعني هادو الميني كيك يجوا خفاف بزاف وطريين. بهذه الطريقة. وزيد تاني كان عندي جوز الهند كنت حمصته وضفت له ملعقه تاع الكاكاو هكذا باه نرمد فيه. وتاني كان عندي العسل، ما كانش عندي الكونفيتير، يعني درت بديت ندهن في الاطراف غير بشويه تاع العسل. وتقدروا نتوما ديروا كونفيتور تاع مشماش، تدهنوا بكونفيتور تاع مشماش وترمدوا باللي بغيتوا بالكاوكاو وبغيتوا بجوز الهند كيما درت انايا. قلت لكم جوز الهند كنت حمصته وضفت له ملعقه تاع الكاكاو، هذا ما كان. نكمل كامل هاد الحبات تاني كما هكا، ونروحوا للكريمه اللي راح نحشي بها هاد الميني كيك. عندي كاس حليب، عندي علبه تاع شيكولا امباسادور وزن 100 غرام، وعندي 2 مغارف كبار تاع السكر، وملعقه كبيره تاع كاكاو بني، وملعقه تاني كبيره تاع مايزينا، لكن ما تكونش بومبي، تكون شويه كما نقولوا ناقصه. فرغت هنايا الشيكولا ونص كاس تاع الحليب، وفرغت السكر وملعقه تاع الكاكاو، نفرغهم في هاد الكاسرونه كامل. وخليت نص كاس تاع الحليب اللي راح نضيف له المايزينا. نخلط هاد المكونات غايه ونديهم فوق النار حتى اللي تذوب هذيك الشيكولا كامل. وهذا النص كاس تاع الحليب غادي نضيف له هاد الملعقه تاع المايزينا. هنايا الملعقه تاع المايزينا قلت لكم حاولوا ما تعمروهاش مليح، يعني ديروا منها غير شويه. خلطت هاد المايزينا غايه مع الحليب وغادي نضيفها
لهاد الشيكولا اللي كانت ذابت مباشرة، غير ذابت الشيكولا ضفت لها هذيك الحليب مع المايزينا، ونعاود نحطها فوق النار حتى تثقل مليح. وهنايا ما تبعدوش يديكم، يعني قعدوا غير تخلطوا فيها حتى اللي تثقل لكم. مباشرة نجيبوا هذاك الميني كيك وبدو تعمروا فيه كيما هكا بهذه الطريقة. يعني هنايا الكريمة الا ما بغيتوش ديروها تقدروا ديروا اوبتيلا، الا ما بغيتوش ديروا اوبتيلا تقدروا ديروا نيسلي، يعني الحشو لكم الاختيار. نكمل كامل الحبات نحشيهم بهاد الكريمة. من بعد التزيين يعني زينتهم بغير باللي كان عندي، درت لهم شوية تاع بيسطاش وشوية تاع جوز الهند في الوسط، هذا ما كان. وشوفوا خواتاتي قطعت لي كمية ما شاء الله، ومام تاني يعني جاو يسخفوا وخفاف بزاف ويوالموا القهوة تاع العشية. ماذا بكم تجربوهم أو تكتبوا لي في التعاليق. راح نقسم معاكم حبة وشوفوها كيفاه تجي دايرة من الداخل، يعني تجي خفيفة، وهذيك الكريمة تطبعها وتجي بنينة بزاف. هذه هي خواتاتي، ماذا بكم تجربوا هذه الوصفة وما تنساونيش برك من التعاليق وجم، واللي يدخل قناتي ما ينساش يدير لي ابوني. وصلنا نهاية الفيديو حبيباتي، نقول لكم تهلاو في رواحكم وفي امان الله، في وصفة جديدة ان شاء الله. الى اللقاء.